طيب، دلوقتي الإنترنت لو بحثت كده هتلاقي إن عليه أكتر من مليار موقع تقريبا. ولما جيت أدور على عدد مواقع السوشيال ميديا لقيت إن هم حوالي 15 موقع مشهورين، أغلبنا حاشر نفسه في 5 مواقع منهم بس. إن لما يكون في كنز كبير قوي زي الإنترنت وأنت حاشر نفسك في 3 أو 4 مواقع بس بتضيع عليهم وقتك كله، فدي مشكله لازم نتكلم عنها. وغرض من كلامي هيكون ان احنا ما نختزلش الانترنت كله في شويه المواقع دي، لان انا اكتشفت ان في ناس بتستخدم البحث اللي موجود في التيك توك وفيسبوك مثلا كهو البحث بتاع الانترنت اكنه جوجل بالظبط. انا عارف ان احيانا هيطلع معاك نتائج كويسه، بس ما ينفعش انك تعتمد على النتائج اللي هتطلع لك من فيسبوك مثلا انها حاجه مسلمه 100%، ولا حتى الحاجات بتاعت جوجل. بس على الاقل جوجل هتلاقي فيه فرايتي كبيره من المواقع، او هتلاقي مواقع كتيره جدا، فهتقدر تتاكد من المعلومه اكتر من مره. طيب انا ايه مشكلتي اصلا مع السوشيال ميديا عامه؟ السوشيال ميديا من وجهه نظري بتعمل 3 مشاكل رئيسيه. المشكله الاولى وهي الريلز والمعلومات والاخبار، وخاصه الريلز. دلوقتي الريلز هي حاجه بتديك المعلومه مبسطه وفي ثواني معدوده وقليله، وده بيديك انطباع ان انت فاهم الحاجه دي كويس قوي وانك استوعبت حاجه مهمه واتعلمت حاجه جديده، ولكن الحقيقه انك في الغالب اخدت معلومه صغيره جدا وسطحيه بدون اي تفاصيل. المشكله بقى ان النوع ده من المعلومات بيدي ثقه زائفه للناس، والناس بتبدا تحس ان هم فعلا عندهم معلومات وخبره في الحاجه اللي هم سمعوها دي. يعني مثلا سمع شويه معلومات عن البيزنس وخلاص كده بقى ايلون ماسك، ويبدا بقى يدي نصايح ويكون الاراء ويجادل في البيزنس. فلازم تبقى عارف ان انت مش تستفيد اي حاجه من الريلز والمعلومات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، لان معلومه صغيره بتتقال لك في 30 ثانيه عمرها ما هتكون مفيده. تقريبا عمرك ما هيكون عندك علم او خبره من معلومات زي كده، وانك عشان يكون عندك فعلا علم في حاجه معينه لازم تدرسها وتتعب وتتعمق فيها. فالمفروض الواحد يتعامل مع معلومات السوشيال ميديا تعامل المعلومات العامه اللي كانت بتتقال في طابور الصباح زمان، اللي هو الشخص اللي بيطلع في الطابور في المدرسه ويقعد يقول شويه معلومات مالهاش اي 30 لازمه وينزل. او المعلومات اللي على السوشيال ميديا هي نفس المعلومات اللي بتتقال في الطابور، حاجات ما يتبنيش عليها راي ولا يتاخد اي قرار على اساسها. واخر نقطه في الجزئيه دي وهي انك حاول في مره كده لما تشدك معلومه في ريل حاول تبحث عليها على جوجل وابدا اتعمق شويه واعرف معلومات زياده عن الحاجه دي، وهو منها برضو تتاكد هل المعلومه اللي اتقالت دي صح اصلا ولا لا. لان احيانا ممكن الشخص اللي عامل الريل ممكن يكون اصلا مش فاهم المعلومه او فاهمها بطريقه مختلفه ووصلها لك بطريقه مختلفه، فيطلع في الاخر كده الموضوع كله على بعضه غلط. المشكله التانيه ودي مشكله مترتبه على الحاجه الاولانيه بتاعت الريلز والمعلومات، وهي اننا ما بنعرفش نسكت. ده بجد الناس ما بتسكتش. السوشيال ميديا خلت الناس ما بتعرفش تسكت، دايما عايزين يكونوا موجودين واونلاين ويعلقوا على اي حاجه وكل حاجه سواء بقى فاهمين فيها ولا مش فاهمين. فالسوشيال ميديا بتعزز فكره ان انت لازم تقول رايك. ايوه زي ما انا بعمل كده دلوقتي. ما علينا. المهم ان في ناس بقت تتكلم لمجرد انها عايزه تتكلم وما تحسش انها مش موجوده ومفوته عليها الحفله اللي شغاله. طب يا ابني هل انت فاهم في الحاجه اللي انت بتقول رايك فيها دي؟ يقول لك لا. طب بتتكلم فيها ليه؟ فهي دوشه كده رقميه في كل حته. السبب في الحوار ده ان الواحد بيتعرض لكميه كبيره جدا من المعلومات، والمشكله ان هي معلومات ملهاش اي 30 لازمه. يعني تلاقي صفحه اخبار كبيره منزله ان البنزين غلي في فنزويلا، تخش على الكومنتات تلاقي اللي عمال يشتم واللي عمال يحلل في الموضوع واللي كاتب كومنت ملوش علاقه بالبوست اصلا، فتلاقي فيه هيصه كده وخناقات في الكومنتات. وعامه موضوع الكومنتات ده محتاج فيديو لوحده اصلا. المهم ان احنا محتاجين نقدر اهميه الصمت والسكوت في حياتنا. حاجه ما تفهمش فيها اسكت، ما تتكلمش، مش لازم تقول رايك. واعرف دايما ان الصمت لغه العظماء، دي حاجه معروفه من زمان يعني. الحاجه اللي بعد كده اللي هي تقريبا رقم 3 هي انك بتبقى فاكر ان كل الناس زيك. بمعنى ان انت لما بتكون بتضيع وقتك على السوشيال ميديا ووراك حاجات المفروض تخلص، لما تدخل كده تشوف الناس كلها اونلاين مش انت لوحدك اللي قاعد، بتقول كلهم قاعدين بقى بيضيعوا وقت زيي فمش مشكله بقى خلينا نكمل سكرول. للاسف دي مشكله كبيره، لان في ناس كتير بتستخدم السوشيال ميديا لان ده شغلهم، او حد مثلا بيشير محتوى هو بيعمله، او مثلا بيسوق لنفسه او للشغل بتاعه او لشركته. المهم ان هو بيستخدم السوشيال ميديا لهدف معين. طبعا انت لما تشوف الكلام ده بتحس بنوع من الراحه، انك عادي تقعد تقلب وتستمتع بالوقت بتاعك وتنسى الحاجات المهمه اللي وراك. طبعا مش محتاج اقول ان دي حاجه مش صحيحه، لان هيجي وقت والحاجات اللي انت كنت سايبها دي هتتراكم عليك وهتندم على كل دقيقه ضيعتها على السوشيال ميديا. او مثلا في فتره الامتحانات بتلاقي اصحابك كلهم اونلاين وقاعدين بيصيحوا وبيشيروا ميمز، فتفتكر ان هم مش بيذاكروا فما تقعدش تذاكر انت كمان، ولكن في الحقيقه ممكن يكونوا هم ذاكروا وخلصوا مذاكرتهم وقعدوا بقى في وقت الفراغ بتاعهم، ففي الغالب انت اللي هتلبس في الاخر. عامه في النهايه براحتك، ده وقتك عايز تضيعه ضيعه، ولكن عايزك تعرف ان الانترنت مليان مواقع مفيده جدا تقدر انت تستخدمها في اي وقت. مواقع كتير ممكن تتعلم من عليها او تقرا من عليها محتوى سواء عربي او انجليزي، او حتى تعرف اخر الاخبار وتتاكد هي موثوقه ولا لا. وعلى الاقل لما تقرا في الموقع هيبقى فيه تفاصيل زياده، مش شويه معلومات سطحيه على الفيسبوك. انا مش جاي اقول لك ما تستخدمش السوشيال ميديا، استخدمها، بس ممكن تستخدمها في الترفيه وقت انت ما بتعملش فيه اي حاجه خالص. ممكن تقعد تسكرول شويه عايز تشوف حاجه تضحكك ولا حاجه وخلاص، ولكن تفضل مكان للترفيه فقط، ما تاخدش حيز اكبر من حجمها. وبس كده، مستني رايكم طبعا في الكومنتات، وقولوا لي ايه المواقع اللي بتستخدموها على النت غير السوشيال ميديا. وايه بس كده، سلام.